للحزن والهم وتخليني ابطل اضحك. عايزه اقول لكم اني انا كنت على الفيسبوك بحب انزل بوستات هزار وضحك، وبص ما كنتش ببطل ضحك. كنت عامله قناه اسمها عالم سوكا، كنت بنزل عليها فيديوهات مضحكة جدا، كنت بحب الضحك جدا. وتقال لي كده بالحرف يا بختك على طول بتضحكي، انت شكلك رايقة. والله العظيم والله العظيم بقيت بضحك بالعافية، الضحكة بقت بتخرج من بقي بالعافية. كرهت القناة وبطلت انزل عليها فيديوهات مضحكة او كوميدية اللي هي بتاعت عالم سوكا دي. عايزة اقول لكم ان بوستاتي دلوقتي على الفيسبوك وكلها بقت كئيبة وكلها حزن، وحاسة ان الناس اللي عندي زهقوا مني من كتر البوستات اللي انا بقيت بنزلها الحزينة. رحت للدكتور شخصني ان هو قولون عصبي. تمام. بعد كده ابتدى يحصل لي حاجة زي مثلا خوف، اللي هو مثلا انا هموت، احساس بالموت، او اللي هو مثلا حد بيخنقني، نفسي بيتكتم، انا خلاص هموت. بقيت اتشاهد. خلاص انا ما ينفعش اقعد لوحدي في المكان ده، في مكان انا حاسه ان انا لو انا قعدت لوحدي هموت. فكنت افضل ان انا ممكن ابقى متواجده مع اي حد او اقعد عند اي حد من اخواتي، لان معظم الوقت كان جوزي بيبقى في الشغل. ما اقعدش لوحدي عشان انا لو قعدت لوحدي هموت. طبعا السرعه في ضربات القلب شديده جدا، كتمة في النفس، خلاص بتخانق، خلاص انا بموت. وبعد كده ده كان اسمه وسواس الموت او الخوف من الموت، اللي هو دي حاجة. طبعا احنا كلنا هنموت وانا عارفة ده كده كويس، بس دي حاجة لا ارادية، ده تعب او مرض هو جالي. كنت على طول خايفة وعلى طول مرعوبة، لدرجة ان انا وصلت لمرحلة ان انا مبعرفش انام. كمان قلب معايا بكوابيس كتيرة جدا، كوابيس شديدة شديدة شديدة. انا كنت بقضي معظم وقتي صاحية، كنت بفضل اشرب في قهوة عشان انا منامش، عشان انا بخاف انام. طبعا في دكاترة قالوا لي روحي لدكتور نفسي، وفي دكاترة قالوا لي لا ما بلاش دكتور نفسي. في دكاترة كانوا بيكتبوا لي منوم، وفي كانوا بيكتبوا لي مهدئ، لان الموضوع كان صعب عندي جدا جدا، وصل لمرحلة اني انا خلاص. قلبت معايا بايه بقى؟ قلبت معايا بنوبة الهلع دي يا جماعة. بيجيلي سرعة في ضربات القلب شديدة، بحس بكتمة في نفسي، بحس ان انا هموت خلاص، يعني خلاص بحس ان انا هفقد الوعي خلاص. وبعد كده بفترة وبعد كده برجع تاني. بتحصل لي امتى؟ بتحصل لي طبعا لما حد بيزعلني، لما حد بيضايقني، او لما بكون نفسيتي تعبانه. هو المفروض ان نوبة الهلع دي بتيجي للشخص الطبيعي كل فتره. انا بتحصل لي كتير جدا، لاني انا معظم الوقت بكون متضايقه، معظم الوقت حاجات بتزعلني. نفسيا مش مرتاحه، يعني نفسيا ان هو يعني ما يجراليش الموضوع ده. لا، بيحصل لي كتير جدا 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 فوق ما تتخيلوا.